ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في الدرس الثامن من دروس تعليم سكراتش. وفي الدرس ده هنكمل اللي احنا بدأناه في الدرس اللي فات، واللي هي استكمال اوامر الموشن او الحركه. بوينت ان دايركشن سهل قوي ان احنا نفهمها. احنا طبعا بنطبق دلوقتي الاعدادات دي او الكود ده على السنجر اللي هي الكائن ده. فلو جيت دوست على بوينت ان دايركشن كده عشان ينفذ الكود ده، فزي ما انت شايف كده هيعمله على 90 درجه. طيب لو انا قلت له لا، غيره لي لحد مثلا 180 درجه، جيت دوست على بوينت ان دايركشن، بص هيقلبه. غيرته خليته على ماينس 90، نفس الكلام هيقلبه برضه. هي نفس قصه الترن، غير طبعا انه الترن بيلففك عدد درجات معينه. يعني اقول له مثلا حركه لي 15 درجه، بص 15 درجه بيتحرك كده كل ما ادوس. لكن ده بقول له روح على الدايركشن اللي هو الزاويه رقم مثلا الزاويه 45، دوست بس مره واحده خلاص مش هيتنفذ تاني. زي بالظبط الفرق ما بين موف وما بين جو تو. موف بيحركوا لي 10 خطوات كل مره، اهو كده 10 خطوات كل مره. لكن جو تو بيودوني لمكان معين، مكان مثلا صفر وصفر، خلاص انا كده وقفت عند مكان صفر وصفر. لو جيت دوست تاني مش هينفذ لي اي حاجه. فبوينت ان دايركشن ده اللي هو نفس القصه بتاعه الترن، بس ترن بيلف بدرجات بزياده او بنقصان على حسب اتجاه عقرب الساعه، او عكس اتجاه عقرب الساعه. لكن بوينت ان دايركشن ده بيوديك على الزاويه، بس هي 45 يبقى 45، زاويه 90 90، 180 180. خلينا نشوف بقى الحاجه اللي بعد كده اللي هي بوينت تووردز. لو جيت سحبتها كده خليني اشوفها، هيديني كده اوبشنز اللي هو ايه، ماوس بوينتر ولا ابي ولا نيومان. في الاول خلينا بس عشان نفهم الموضوع كويس هنغير السبرايت اللي احنا هنشتغل عليه، هيكون اللي هو ده، لان ده واضح ان هو شكله يعني ممكن يحتمل ان هو يبص يمين وشمال، لكن دي شكلها ما يحتملش انها يبص يمين وشمال خالص. هي دي بقى اللي انا هشتغل عليها عشان اقول لها تبص يمين وشمال. اول حاجه هقول لها ايه بقى، دبل كليك عليها كده، هقول لها خلي الدايركشن بتاعك ليفت رايت. هي كده باصه فين؟ باصه ناحيه الايه، النيومان. لفته الناحيه الثانيه بس الدايركشن هيبص الناحيه الثانيه، كده بيبص ايه، يمين وشمال بنفس الشكل. انا هخليها باصه عند النيومان زي ما هي كده، وهروح اقول لها ايه، بوينت تووردز السنجر 1. بص لو جيت دوست راحت بصت هناك عند السنجر. طيب ممكن اقول لها طبعا لو دوست تاني كده مفيش، خلاص هو اتنفذ الامر على كده. لو جيت قلت لها لا point towards to ايه to new man، جيت ادوس كده بص هتبص على النيو مان. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ الحاجه اللي بعد كده طبعا اللي هي ايه، اللي هي الماوس بوينتر. بس طبعا الماوس بوينتر لو جيت دوست كده طبعا هتبص في جميع الحالات ناحيه اليمين، لان هو كده الماوس بوينتر ايه، يمينها صح. فانا مهما لو ما ادوس هنا كده هيبقى يمينها. طب انا عايزه يشتغل الامر وهو الماوس ناحيه الشمال، شمالها يعني. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ لازم تدي له ايفنت زي ما اتفقنا. الايفنت اهو اللي هو نقول له ايه، وين سبيس مثلا، اللي هو ماشي شغال لي الامر لما يجي يدوس على السبيس. ماشي، انا في مكاني زي ما انا هنا هدوس على السبيس اهو، بيبص ناحيه الماوس اهو. طب لو جيت وديت الماوس الناحيه الثانيه اهي، ناحيه ايه، ناحيه شمال الابي، شمال السبرايت ده، وجيت دوست سبيس بصت ناحيه الماوس. لو جيت غيرت الدايركشن تايب وخليته عادي ان هو يلف حوالين بعضه مش مشكله، هاجي بقى ايه، ارفع الماوس شويه ناحيه فوق شويه، فوق شمال، فوق شمالها هي، دوس سبيس، بص فين اهو، بص فين. كل ما اودي هنا بص هيبص فين. بس طبعا هو مش منطقي كده كحركه يعني بني ادم، بس يعني انا عايز افهمك الفكره ماشيه ازاي. هرجع تاني للموشن بقى وخلينا ناخد حاجه تانية. تشينج اكس باي وست اكس 2 وتشينج واي باي وست واي 2. ايه الفرق ما بين المجموعه الظريفه الجميله دي بقى؟ هقول لك دلوقتي. لو قلت له تشينج اكس باي 10، شايف انت الاكس بكام؟ بزيرو صح؟ طيب لو جيت دوست عليها كده زادت 10 صح؟ 20. بص بقت الاكس بكام؟ ب 20. تك 30 40 50. يعني معنى كده ان انا بزود او بنقص الاكس بقيمه القيمه اللي هي موجوده. طبعا لو هي بالبوزيتيف بتتحرك ناحيه اليمين طبعا لانها بالموجب بوزيتيف. لكن لو قلت له ماينس مثلا 20، بص اجي ادوس كده هيرجع لورا طبعا، لان هو كده بيطرح من قيمه الاكس الحاليه. لكن الاول كان بيجمع على قيمه الاكس الحاليه 10. اكيد بقى تشينج واي باي دي زيها. لو جيت دوست كليك كده عشان انفذ الكود ده، طبعا هنا الواي عندي بكام؟ بصفر. لو جيت دوست هنا زود الواي 10، كل مره بنفذ فيها نفس الكود. طيب لو جيت عملتها بالماينس نفس الكلام اهو، ماينس 10 بيقلل من قيمه الواي الحاليه ايه، 10. طب ايه بقى set x2 وset y2؟ set x2 دي بتعمل لك ايه؟ بتقول له خلي لي الاكس بدل ما هي الرقم ده ايا كان خليه لي ماينس 20. بص هل لو جيت دوست عليه تاني كده هيتنفذ حاجه تانيه؟ لا خلاص، هو ودالي الاكس عند ال 20. هنا بقى الواي نفس الكلام، ودي لي الواي عند ماينس 40 اهو.
تريك هينفذ حاجه ثانيه؟ لا، خلاص هو نفذ لي الاكس خلاها ماينس 20 والواي خلاها ماينس 40. دول بقى شبه ايه؟ ايوه بالظبط، الله ينور عليكم، دول شبه جو تو اكس واي، نفس الكلام اهو، جو تو اكس واي، جو تو اكس ب 20 ماينس طبعا والواي ب 40، نفس الكلام، بس دي هنا اللهم انه خد الكود ده وقسمه نصين، خلى الست الواي لوحدها والاكس لوحدها. خليني بقى ايه نمسح كل الكلام ده، ديليت بلوك ديليت. عندي بقى هنا بلوك اوف كود تاني اسمه if on age bounds. بصوا يا جماعه، مبدئيا دول الايدج اللي هو الحواف، حواف الايه، حواف المسرح نفسه. هو بيقول لك هنا ايه، لو الكائن ده عند الايدج اعمل ايه، اقلبه. طيب طبعا لو جيت دوست كده عشان انفذ الكود ولا اي حاجه بتتنفذ، همشي كده الكائن ده او السبرنت ده لحد الايدج، هو كده عند الايدج صح، هو كده لامس في الايدج، الحافه الاطار ده بتاع المسرح. خلينا بقى يلا بينا ندوس هنا كده ونشوف، تيك اللي حصل قلب. طب خليني اوديه بقى الناحيه الثانيه العكسيه، هو كده عند الايدج، خلينا ندوس كده تريك، قلبوا الناحيه الثانيه، قلبوا بس بقى بالشكل الصحيح. الكود اللي بعده اللي هو set rotation style، زي ما انتم عارفين هنا بقى انا ممكن احدد الروتيشن ستايل من هنا اللي هو all around، اتكلمنا فيها قبل كده انه الشكل زي ما انت شايف كده الابيه بص بتلف كده، او ممكن اقول له لا خليه لي بس ايه ليفت رايت، يلف يبص كده، طبعا ده الحركه الاوقع للكائنات اللي هي شبه البشر واكيد برضو الحيوانات. الستايل الثالث اللي هو بدون اي روتيشن، بص ما يلفش خالص، حتى لو الدايركشن اختلف معاه ما يلفش. الثلاث اوضاع دول انا ممكن ان انا اعمل لهم اعداد من الكود. ازاي؟ ان انا بختار الكود اللي هو set rotation style، left right ولا not rotate ولا all around. بص كده all around، انا ظبطته هنا ايه all around، اجي ادوس كده اهو بقى all around. طب لو جيت اخترت قلت له don't rotate، بص هو فين، هو معمول على فين، على all around هنا. لو جيت دوست هنا غير لي البروبابيلتي بتاعتها لايه، لدونت روتيت. وكذلك برضو لو قلت له ليفت رايت زي ما انت شايف هو كان واقف على فين، على دونت روتيت. لو جيت دوست قلت له سيت روتيشن ستايل ليفت رايت، بص غير على طول الروتيشن ستايل. اخر ثلاث حاجات بقى في الموضوع ده اللي هو ايه، اللي هو بوزيشن اكس وواي ودايركشن. دول زي ما انت شايف كده انا علمت عليهم، لما بعلم عليهم بيظهروا هنا عشان لما اجي احرك على طول يديني ابديت. ممكن بس اخلي المعلومات دي عندي عشان اشوف كائن ده حركته ازاي بالظبط عشان اقدر ان انا اظبطها. وطبعا دي ليها برده ايه اعداد صغير كده، انا ممكن اغير مكانها. بيقول لي هنا اسم السبرايت وده البوزيشن الاكس ده ولا الواي ولا ايه بالظبط، وده الرقم بتاعه. ليه شكل تاني لو عملت رايت كليك كده وقلت له لارج ريد اوت بالشكل ده هيبقى بالشكل ده، يبقى بس مجرد رقم. ممكن لو دوست عليه دبل كليك برضه اهو، لو جيت دوست عليهم كلهم دبل كليك بس ابقى عارف ان انا اول واحد مثلا عامله عشان الاكس والتاني عامله عشان الواي وهكذا. عايز ارجعهم تاني زي ما كانوا عادي بدوس دبل كليك كده فبيرجع لي ايه، ده الدايركشن وده الواي بوزيشن. دي معلومات عشان تبقى موجوده عندي على المسرح بتاعي في الستيج. انا ممكن كمان بس اعمل لها هايد برضه من هنا، فزي ما انت بتلاحظ كده ان علامه الصح بتروح من هنا. لو جيت سحبتها هنا في الاكواد وجيت نفذته ايه اللي بيحصل؟ ولا اي حاجه. طيب هم ليه حاطينهم في مكان الاكواد؟ في حاجات انا ممكن احط قيمه الاكس منها كده في زي مثلا معادله شرطيه مثلا ولا حاجه، هنا دي بقى القيمه بتبقى محفوظه في المتغير ده. كده نكون خلصنا الموشن، وان شاء الله الدرس الجاي هنخش في اللوكس. ما تنسوش برضه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بعملها. كنت معاكم انا هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.